السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج على القهوة. بتمنى دعمكم لايك واشتراك وشير وفعل الجرس. أخوكم ميدو. نبدأ حلقتنا بالصلاة على سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام. بسم الله. بيراميدز ركب القطر وبيجري ورا الأهلي، مباراة ب6 نقاط. قدر بيراميدز ياخد النهارده 3 نقط من فيوتشر ويجري ورا الأهلي 61 نقطة، 7 فوز على التوالي. هاني سعيد بيقول ولما لا ننافس على الدوري. الصبح الساعة 6 وقف قيد تاني للزمالك. شيكابالا، قصة شيكابالا وسبورتنج لشبونة من 8 سنين. 8 سنين فضلنا نجري ورا قضية كهرباء ويجروا ورا 2 مليون دولار و100 مليون جنيه و120 مليون جنيه. لبسوا في الحيط مليون و395 ألف دولار غرامة على نادي الزمالك. غرامة ثم استئناف ثم غرامة ثم استئناف ثم فايدة من 8 سنين. سيادة المستشار مش فاضي يشوف مشاكل ناديه وبيجري ورا النادي الاهلي وبيجري ورا كهربا ودون كريستيانو رونالدو عشان ما يلعبش ماتش النصر. طلع علينا النهارده عامر العمايره وقال الزمالك هيتوقف له القيد لو ما دفعش مليون 375 ألف دولار بالظبط غرامة على شيكابالا من 2008. سيادة المستشار رئيس الزمالك رسمي من 2014. بتعمل ايه؟ بتعمل ايه؟ بتجري ورا كهرباء، بتجري ورا مشاكل وهمية، بتجري ورا ساعات في الأحلام، بتجري ورا تركي آل الشيخ. عملت ايه؟ مليون 375 ألف دولار غرامة على نادي الزمالك، يا إما هيتوقف لك القيد فترتين تاني. أسوريو النهاردة قال لك أنا مش عايز بالحاج، مش عايز سامسونج أكينيولا، مش عايز رؤى، مش عايز شلبي، مش عايز ومش عايز ومش عايز. أسوريو هيفرمط الفرقة خالص. عايز 15 صفقة عشان يرجع الزمالك تاني لمستواه. مين اللي هيقف في ماتش النادي الاهلي؟ النهارده طلع علينا الكوتش كولر قال لك الشناوي فت جاهز بدنيا ونفسيا وجسمانيا ويقدر يلعب المباراة النهائية، بس انا هشيله لماتش المغرب. قلت لكم قبل كده الشناوي اتحقن بالملازمة وجاهز 100% للعب مباراة الوداد. طلع كولر النهارده قال لك الشناوي خارج قائمة مباراة النهائي وخارج ماتش الوداد. مين اللي هيقف؟ علي لطفي دخل القائمة، مصطفى شوبير بتألقه في المباراة الأخيرة. مين اللي هيقف؟ الله أعلم. قلنا كولر ماشي بمبدأ محدش يتوقعني. وجهة نظري الخبرات في صالح علي لطفي 100%. اللي نهى المباراة الأخيرة في بطولة الدوري العام هو مصطفى شوبير. كولر قال لك أنا مش هفرط في أي لاعب في الفريق لحين انتهاء بطولة الدوري العام. ولا تقول لي بيرس تاو ب5 مليون، ولا تقول لي ديانج ب4 مليون، وعايز موليكا يعني عايز موليكا. كولر قرر يجيب موليكا وإدارة الأهلي تحركت رسميا وهتجيب موليكا بأي مبلغ أيا كان. النجم الكونغولي الموسم القادم رسميا في الأهلي بقرار وفرمان من كولر. كولر مش هيفاجئ الوداد وهيلعب بقوته الضربة. لغاية دلوقتي احنا مش عارفين مين اللي هيقف في حراسة المرمى. النجم الساطع ابن النجم المعتزل ونجم قنوات والمحلل احمد شوبير ونجم قنوات الاون تي في كابتن احمد شوبير. يا ترى مصطفى هيقف مباراة النهائي؟ نفتكر قبل كده كان عندنا ثابت البطل وكان عندنا شوبير وكان عندنا اكرامي. شوبير لعب امتى؟ شوبير لعب لما الحارسين اتصابوا وركب القطر وما نزلش. هل مصطفى شوبير هيركب القطر ومش هينزل؟ الله اعلم. قلنا كولر بيلعب بمبدأ محدش يتوقعني. هل هيفاجئ الجميع ويلعب بمصطفى شوبير في حراسة المرمى؟ هل هيفاجئ الجميع ويلعب بمتولي؟
ولا هيلعب بياسر ابراهيم؟ قلنا قبل كده كولر عنده قوه ضربه لا غنى عنها في منتصف الملعب، ديانج، حمدي فتحي، مروان عطيه، اللي قال عليه قبل كده رضا عبد العال ما بيعرفش يباصي. الكاف بيحس كهربا انه ياخد هداف بطوله دوري ابطال افريقيا. كهربا عنده 6 اهداف. الكاف في مسجد صغير بيحسوا انه ياخد هداف البطوله. قلنا كولر تاني وتالت مره محدش يتوقعني الا في وسط الملعب القوه الضربه. في وجهه نظري هيلعب في ناحيه الشمال بالنجم حسين الشحات، في ناحيه اليمين في النجم الذي اعاده كولر للمجد مره اخرى والاضواء، وفي مفاوضات لبيرسي تاو من الدوري الانجليزي. هيلعب بكهربا راس حربه ومهاجم وهمي في نفس الوقت. كولر مش هيفرط في النهائي. اداره النادي الاهلي تتحرك جاهده للتجديد لكولر حتى في حاله خساره النهائي الافريقي من الوداد. في مفاوضات، في عروض لكولر من الجزيره الاماراتي، في عروض ليه من قطر، في عروض من السعوديه. الاهلي هيجدد لكولر حتى اذا خسر دوري ابطال افريقيا. بس لا يلدغ المؤمن من لا يلدغ المؤمن من جحر مرتين. هل الاهلي مره اخرى هيخسر من الوداد؟ هل ثالث بطوله الوداد هياخدها من النادي الاهلي؟ صعب. النادي الاهلي بعد مباراه سان داونز في افضل حالاته، في افضل حالاته الدفاعيه والهجوميه. النادي الاهلي ماكينه اهداف، خط وسط ولا في الاحلام. وانا بقول لكم في حاله وصول الاهلي لكاس العالم للانديه هيكون في الثلاثه الكبار. فرقه خياليه، فرقه سيتم تدعيمها ببعض اللاعبين، ستكون جباره. اقوى فريق في افريقيا سيكون الجيل الذهبي للنادي الاهلي بعد جيل محمد ابو تريكه، محمد بركات، الراحل محمد عبد الوهاب، عماد متعب، فلافيو، شادي محمد، سيد معوض. الجيل اللي موجود هيقدر ينافس الجيل ده. في مقارنات بين كولر، موسيماني، جوزيه. انا بقول جوزيه لا وجود لمنافس له. جوزيه تاريخ، جوزيه جزء من كيان النادي الاهلي. كولر جاب مساعديه وحب يعرف السيفيهات اللي سبقته والارقام القياسيه اللي عملها المدربين اللي قبله. كولر عايز يفاجئنا ويكسر كل الارقام القياسيه. كولر بنسبه كبيره حسم بطوله الدوري. باذنك يا رب هنحسم بطوله دوري ابطال افريقيا. عندنا السوبر الافريقي، خدنا كاس مصر، خدنا بطوله السوبر، خدنا بطوله السوبر من الزمالك. كولر عايز يحقق السباعيه السنه دي. ان شاء الله المباراه بعد بكره هنتفرج عليها في قهوتي قهوه ام كلثوم على اعلى امكانيات. ان شاء الله هنصور معاكم لايف والجمهور موجود. هوريكم جمهور ام كلثوم عامل ازاي. بتمنى التوفيق للنادي الاهلي. ان شاء الله المباراه يوم الاحد الساعه 9 بتوقيت القاهره. الحلم الافريقي، كلنا وراك يا اهلي، كلنا معاك يا اهلي، كلنا بنشجع النادي الاهلي ما عدا الزملكاويه بيتمنوا خساره النادي الاهلي. بتمنى ان شاء الله الفوز للنادي الاهلي في المباراه. بتمنى دعمكم لايك واشتراك وشير. اخوكم ميدو، السلام عليكم.